السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. في هذا الفيديو غادي نتعرفوا على سبب الم الراس من الجهه اليسرى وطرق تخفيف الالم. سبب الم الراس من الجهه اليسرى غير محدد وما يمكنش لينا نحدوه الا من خلال اجراء الفحص الشامل عند طبيب متخصص. وباش نحدوا السبب ووضع الخطه العلاجيه المناسبه، وهذا الشيء اللي غنتعرفوا عليه بمزيد من التفاصيل في السياق ديال هذا الفيديو وفيما يلي سبب الم الراس من الجهه اليسرى. اول حاجه غنطرقوا لها هي سبب الم الراس من الجهه اليسرى. كيمكن يكون الم الراس والصداع مزعج، خاصه اذا كان السبب ديالو غير معروف، ولكن الم الراس من الجهه اليسرى امر شائع بزاف، بحيث حوالي 50% من البالغين. هناك نوعان من الالم والصداع، وهو النوع الاولي والثانوي، وكلا النوعين كيمكن يكون عندهم اعراض مختلفه، ولكن يمكن يكون عندهم اعراض متشابهه، وهذا الشيء هو اللي كيخلي من الصعب نميزوهم على بعضهم من بعض. وخير مثال على ذلك هو وجود الم في الجانب الايسر من الراس. يمكن يكون هذا الشيء نتيجه الصداع النصفي او الصداع العنقودي او حتى صداع التوتر، ويمكن يكون صداع اساسي او ثانوي. في هذا الفيديو غنوضح لكم اهم اسباب الشعور بالم في الراس من الجهه اليسرى وكيفاش يمكن لنا نسيطروا على هذا الالم. الا بغيتوا بطبيعه الحال الفيديو في انواع الصداع الراس كاملين، كل نوع بوحدو، قولوا لي في لي كومونتير. دابا غنتعرفوا على شنو هو سبب الم الراس من الجهه اليسرى. بعض الاشخاص كيعانيوا من صداع في منطقه معينه من الراس وعلى او ولا على اي من الجانبين، ويمكن يكشف موقع الصداع ديالك بزاف عن السبب الجذري المشكله والطرق اللي يمكن من خلالها اداره المشكله. داكشي غنوضح لكم اسباب الشعور بالصداع على الجانب الايسر من الراس بشكل خاص، واللي كتشمل لينا الاصابه بالصداع النصفي، بحيث في اغلب الحالات كيحدث لنا صداع الجانب الايسر من الراس بسبب الصداع النصفي، ويمكن تكون الاعراض ديالو مهينه، ويمكن تشمل الم مبرح في الجانب الايسر من الراس، والشعور بالغثيان والتقيؤ لي نوزي ولي فوميسمون، وحساسيه تجاه الصوت. كيقدر يستمر الالم ما بين 6 حتى 72 ساعه او لفتره اطول في بعض الاحيان، ويمكن تكون اعراض الصداع النصفي مجهده قويه بزاف لدرجه ان المريض ما كيبغيش اكثر الذهاب، ما كيكسوش عندك الاراده انه يمشي لغرفه مظلمه والاستلقاء بلا ما يتحرك. وعاده ما كيوقع الصداع النصفي عن طريق الاجهاد والتغيرات الهرمونيه. عادة ما كيتم علاج الصداع النصفي بالراحة في غرفة مظلمة أو الأدوية المسكنة للآلام واللي ما كتستلزمش وصفة طبية بريسكريبسيون ميديكال ولا أوردونونس. ومع ذلك كيقدر يحتاج الصداع النصفي المتكرر أو الصداع النصفي اللي ما كيستجبش للعلاج إلى مساعدة من طبيب متخصص باش تحصلوا على العلاج المناسب. وهذا الشيء كيقدر يكون انه سبب، هذا هو اللي كيقدر يكون سبب في الم الراس من الجهه اليسرى. ثانيا صداع التوتر، بحيث كتعتبر صداع التوتر اكثر شيوعا من الصداع النصفي، وعاده ما كيصيب النساء اكثر من الرجال، ويمكن يسبب هذا النوع من الصداع ايضا الم في الجانب الايسر من الراس، ولكنها غالبا ما كتصيب الراس بالكامل وكذلك خلف العينين. كيوصف معظم الاشخاص اللي كيعانيوا من صداع التوتر الالم بانه احساس بالضغط او احساس بقبضه على الرؤوس ديالهم واللي كتزاد سوء. ويمكن يرتبط صداع التوتر بالم في الرقبه والكتف بالاضافه الى حساسيه الضوء وعدم وضوح الرؤيه والغثيان. كيمكن يحدث صداع التوتر بسبب مجموعة متنوعة من المشاكل العضلية، بما في ذلك إصابات الرقبة والتوتر وشد عضلات الرقبة والكتفين، بالإضافة إلى الوضع السيء أو النوم بطريقة كتسبب ألم الرقبة. كيتضمن علاج صداع التوتر علاج السبب الكامن وراء التهاب داك عضلات الرقبة اللي كتعتبر المسبب الرئيسي لهذا النوع من الصداع. وهذا الشيء هذا كذلك يقدر يكون سبب من ألم الرأس من الجهة اليسرى اللي هو صداع التوتر. عندنا كذلك نوع آخر اللي هو سبب آخر اللي هو الصداع العنقودي، هو بحال الصداع النصفي، بحيث كيوقع لنا الصداع العنقودي عادة على جانب واحد من الرأس، وكيحدث في مجموعة كما يوحي الاسم ديالو عنقودي، يعني عنده بزاف، يعني كيكون في مجموعة
ماشي غير بوحدو، يعني ماشي بحال مثلا كيكون مكان واحد، لا هذا كيكون في مجموعه من الاماكن. وكيمكن عاده ما كيكون الالم الصداع العنقودي قوي بزاف شديد، ويمكن يستمر هذا الصداع من ايام الى اسابيع، وعاده ما كيكون خلف عين واحده، او عاده ما كيفيق الواحد زعما النعاس ديالو، مثلا فاش كيكون الواحد في الدورة النوم ديالو كيفيقوا بسبب الصداع العنقودي. ويمكن يسبب تمزق واحمرار واحتقان العين المصابة، وكذلك احمرار وانتفاخ الوجه المحيط بالعين، وتدلي الجفن او انقباض حدقة العين. يمكن يستمر الصداع العنقودي ما بين 15 دقيقة و3 ساعات في اليوم، ويمكن يستمر لمدة 6 إلى 12 أسبوعا قبل فترة الهدوء الخالية من الألم. ويمكن تستمر آلام الرأس على الجانب الأيسر الناتجة عن الصداع العنقودي من 6 أشهر إلى سنة واحدة، ولكن يمكن يكون هذا الصداع مزمن أيضا بدون فترة هدوء. غالبا ما كيحتاج المريض هنايا في هذه الحالة إلى زيارة طبيب مساعدة في تحديد سبب وعلاج الصداع العنقودي. ويمكن تكون الأدوية اللي ما كتستلزمش كيف قلت لكم بريسكريبسيون ميديكال ولا الوصفه طبيه مفيده. الا بغيتوا بطبيعه الحال ندير لكم فيديو اخر سبب الم العينين والراس والعلاجات المختلفه الى اخره، او اي مرض قولوا لي في الكومونتير. كاينين كذلك اسباب اخرى للصداع من الجانب الايسر من الراس، بحيث يمكن يكون سبب الم الراس من الجهه اليسرى ايضا ثانويا لمشكلات اساسيه اخرى، وكتشمل الاسباب الاخرى ما يلي: إصابات في الدماغ، الإجهاد الشديد، الإصابة بالتهاب الشرايين الصدغي، وهو التهاب في شرايين الرأس والرقبة، مما كيسبب لنا صعوبة في التدفق السهل للدم في الدماغ، ويقدر يشعر الشخص بصداع على الجانب الأيسر من الرأس، إلى جانب أعراض أخرى مثل آلام العضلات والتعب وآلام الفك. كذلك عندنا الإصابة بالالتهاب الجيوب الأنفية أو حساسية الجيوب الأنفية. كذلك عندنا سبب آخر اللي هو ألم العصب ثلاثي التوائم، وهو حالة ألم مزمن اللي كتأثر لنا على العصب ثلاثي التوائم الموجود في فروة الرأس. كينقل لنا العصب ثلاثي التوائم الإحساس من الوجه إلى العقل، ويمكن ليه يؤدي هذا الشيء إلى ألم في الوجه والجانب الأيسر من الدماغ، بالإضافة إلى الإصابة بتشريح الشريان الفقري أو الشريان السباتي، وهذا الشيء كيقدر يكون كذلك سبب في ألم الرأس من الجهة اليسرى. كيمكن تكون السكتات الدماغية وأورام المخ أيضا سبب في الشعور بالصداع في الجانب الأيسر، ومع ذلك غالبا ما كيرتبط الصداع الناجم عن ورم في المخ أو السكتة الدماغية بالرؤية المزدوجة والضعف في جانب واحد من الجسم وصعوبة التحدث وأعراض عصبية أخرى. وقتاش يمكن لك تمشي تزور الطبيب؟ من بعد ما تعرفنا على سبب ألم الرأس من الجهة اليسرى، خاصنا نأكدوا بأن الصداع هو حالة صحية اللي كتكون مؤقتة، وخاصنا نحلوها في الغالب من تلقاء نفسها عبر مرور بعض الوقت. كيف قلت لكم يعني تقدروا تستلقيو في غرفة مظلمة غادي يمشي لكم الصداع، او لا إلا كان الألم من بسيط إلى متوسط يمكن لكم تاخذوا مسكنات الألم اللي ما كتستلزمش وصفة طبية أو تجربة بعض العلاجات المنزلية، ولكن في بعض الحالات من الضروري زيارة الطبيب. وهذه الحالات هي كالتالي: إلا كان ألم الرأس من الجهة اليسرى ما كنقدروش نطيقوه ومؤلم للغاية، أو لا إلا كان ألم مستمر على الرغم من تلقي العلاجات، وكذلك إلا كانت عندنا أعراض مصاحبة لألم الرأس من الجهة اليسرى مثل تغيرات في الرؤية أو الارتباك أو الحمى أو تصلب الرقبة أو التنميل أو الضعف. في هذه الحاله خاصكم تمشيو تزوروا الطبيب ضروري. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش دعمونا بلايك وسبسكرايب، وشكرا.